غادي نعاود لكم اليوم قصتي نهار مات ليا راجلي وخلى ليا 3 ديال الدراري يتامى. شيخي جا لعندي وقال لي غادي نكتب لك الدار، ولكن الا درتي ليا خاطري وجيتي تحت قدامي. وانا ما قديتش نقول ليه لا، حيت خفتي يخرجوني ولادو. السلام عليكم ورحمه الله. انا سميتي لطيفه، فعمري 35 عام، ساكنه في المدينه ديال قصب التادله. ايوا كيقولوا ناس زمان الدار الا ما فيهاش الراجل راه بحال الا ما عندهاش الباب. كنت عايشه به خير وعلى خير، ما بيا ما عليا، مع راجلي ومع العائله ديالو اللي فيهم شيخي وخوتو اللي كبر منه، ساكنين في النواحي ديال قصب التالده كيف قلت لكم، والمده ديال 15 عام وانا مزوجه بهذا السيد وولدت معاه 3 ديال الوليدات صغار. المهم الحمد لله كنا عايشين بخير وعلى خير مع العائله ديالو، واللي هما في الاصل ولد عمنا. يعني انا مزوجه بولد عمي وشيخي هو عمي. ايوا المهم القصه ديالنا بدات هذه 15 عام فاش مات لي الوالد الله يرحمه وخلاني مع امي. وللاسف امي مورا با بواحد 3 شهور حتى هي غادي توفى. فاش توفات امي ما لقيت لا حنين لا رحيم، لقيت راسي بوحدي، ما عندي لا خو ولا حتى شي واحد اللي غادي يقوم بيا. جا لعندي هاد عمي وقال لي شوفي يا بنتي، غادي تخلي هذيك الدار وغادي تجي تسكني معانا، تسكني مع الولاد عماك، وفي نفس الوقت غادي تعاونينا في الخدمه وفي الفلاحه، وطيبي لينا وديري لينا تقومي بينا. المهم انا قلت لهم ماشي مشكل، حيتاش ما كان عندي حتى شي واحد اللي غادي يقوم بيا وغادي يرعاني، وانا غير وليا. مشيت معاهم للدار وخليت دار با، وهكذا وليت كنطيب ليهم في الدار وكنقوم بالواجب. وبقيت هكاك المده ديال تقريبا ديال عام وانا معاهم، حتى جا عندي عمي قال لي واحد النهار بنتي انت دابا ما مزوجه ما والو، ولد عمك ها هو معاك، الا بغيتي تزوجي به راه هو باغي يتزوج. قلت لها عمي مرحبا، انا باغا نتزوج وباغا الحلال، الا كان ولدك باغي الحلال ما حدي ساكنه معاكم، اللهم كيف كيقولوا خيرنا ما يدي غيرنا. المهم عمي خطبني لولدو، وهذا ولدو هو الصغير اللي توفى الله يرحمه، خطبني ليه وتزوجنا الحمد لله. والمده كيف قلت لكم ديال 15 عام ما عمر خرج منه العيب ولا شي حاجه، كان كيعاملني احسن معامله. عايشين في هاد الخيمه كاملين وكانوا مفاهمين بيناتهم، يعني الخوت بيناتهم، ومعاهم هاد الشيخي هذا كانوا كيتعاونوا على الفلاحه. وكتعرفوا المناطق ديال تادله فيهم هاد الشيء ديال الفلاحه والدراس والصيف والمهم عايشين الحمد لله، القمح موجود والشعير وكل شيء كان موجود هذيك الساعه. المهم انا كنت مكلفه كنطيب ليهم، وكانوا هاد خوتو اللي كبر منه مازال ما مزوجينش. راك بداو كيتزوجوا حتى هما على راسهم، وكل واحد تزوج وعزل على راسو. بقيت انا بوحدي مع شيخي ومع راجلي كنطيبوا ليه وكنونسوه، بحكم ان المراه ديالو حتى هي توفات الله يرحمها اللي هي عكوزتي. وكانوا اي حاجه كانوا كيجيبوها من الفلاحه، يا كانت فلوس يا كانت كيف قلت لكم حبوب ولا شي حاجه كتكفينا، كناكلوا داكشي اللي قسم الله وداكشي اللي بقى كيقسموه بيناتهم، والشي اللي بقى كيخبيوه. راجلي مسكين كان على نيته ما كيخبي حتى شي حاجه، ما دار لا دويره لا حتى شي حاجه. يعني هاد السكن اللي ساكنينه كنا ساكنين غير مع شيخي. الخوت ديال راجلي كل واحد وشنو دار، كاين اللي مشى دار الدار وبناها وبقى ساكن معنا، وكاين اللي دار على شي رجع. ولكن راجلي ديما تنقول ليه ضروري دير شي حاجه على شرجع، راه غيكونوا عندك الوليدات وما تعرف الدنيا شنو تجيب والدايم الله. ولكن هو ديما كان تيرفض هذه المساله، انه يجمع الفلوس ولا يدير شي حاجه على شي رجاع ولا يدير شي دويره لوليداتو. المهم انا ما كنتش كنضغط عليه وخليته على خاطره، قلت ما دمنا حنا ساكنين مع شيخي وهو ساكن معنا ما غاديش يخرجوا حتى شي واحد ولا يقول لي شي حاجه. داز ايام الله اخوتي غادي يمرض هذا الراجل، غادي يمرض واحد المرضى اللي خايبه بزاف بسبب هذيك الخدمه اللي كان تيدير، واللي كان كيفورسي فيها بزاف على راسو، ما كيخلي صيف ما كيخلي شتاء، وكيخدم كيف قلت لكم بالنيه ديالو، حتى مرض مسكين في صحيحته. فاش مرض في صحيحته جا جلس معايا في البيت وما قدرش مازال يخدم. وللاسف هاد خوتو ما رحموش، وكانوا ديما كينقوا عليه وكيحاولوا انهم يحرشوا عليه باه باش يخرجوا من الدار، وتيقولوا ليه باللي هذاك غير تياكل وتيشرب وناعس ومرتو معاه. والمهم بقينا صابرين على هذاك الابتلاء اللي جا من عند الله
عز وجل، حتى لواحد النهار غادي يديموا الامانه امانته. راجلي غادي يتوفى بسبب هذا المرض هذا اللي مرض، واللي ما لقينا ليه حتى شي دواء. وداك الشيء مناش كنت خايفه هو اللي وقع. خلى لي 3 ديال الدراري مازالين صغار، واحد تيقرا في السادس والاخر كيقرا في الثالث، والصغير فيهم مازال ما تيقراش. خلى لي هاد 3 ديال الدراري مساكن يتامى، ما عندهم اللي يعيلهم، ما عندهم اللي يقوم بهم. وفي نفس الوقت هاد خوتو هادو كانوا طامعين في الدار وباش يكتبها لهم باهم ويكتب لهم الاملاك. وهكذا بداو كيحفروا ليا وكيديروا ليا المشاكل مع شيخي باش يخرجني ويجري عليا من الدار انا ووليداتي. وديما كانوا تيقولوا ليه نفس الهضره اللي كانوا تيقولوا على خوهم، باللي راه خاصها تخرج تخدم وما تبقاش غير تاكل وتشرب وجالسه، وحنا كنضربوا عليها تماره. انا الصراحه كنت كندير معاهم جهدي بزاف، وكنت كنطيب ليهم الخبز في الايام اللي كيدرسوا فيها، وكنت كنعاونهم في الفلاحه شي خطرات، وكنهز معاهم الثقال والكوزينه انا اللي مقابلاها، وحتى عيالاتهم ما كانوا كيديروا هذاك الشيء اللي كنت كندير انا. بالرغم من هذا الشيء كله ما كانوش باغيين نبقى معاهم، حيتاش كنعينهم في الدار وكنعينهم في الاملاك ديال باهم نهار يموت. شيخي مسكين كان مغلوب عليه، يعني ما كانش قادر يدير شي حاجه، بالرغم من انه كان هو مول الدار ومول داك الشيء، ولكن للاسف هادو ولادو كانوا غالبينه. فولا كيفكر كيقول انا نهار نموت غادي يخرجوا هاد الدراري الصغار مساكن هاد اليتامى، وما غادي يعطيهم والو من هذاك الشيء اللي غادي يبقى. ناض كيفكر في شي حل باش يخلي لي حتى انا علاش نرجع ويضمن لي المستقبل ديال هاد اليتامى مساكن. بدا كيفكر حتى لواحد النهار جا عندي قال لي يا بنيتي انت عارفه الوضع كيفاش داير وانا راه داكشي اللي بقى ليا ما بقاش قد ما فات. قال لي نهار غادي نموت راه كوني مأكده راه هاد الولادي راه غادي يجريو عليك من الدار انت وهاد اليتامى هادو، وما غادي تديو حتى شي حاجه، وحتى كاع الا خلاوكم في الدار راه غادي يتكلفصوا عليكم. قال لي انا عندي واحد الحل الا قبلتي عليه غادي نديروه انا وياك وهما يدبروا راسهم. قال لي يا بنتي انا غادي نكتب لك النصف هاد الدار هذه اللي ساكنين فيها، وغادي نكتب لك جزء من هذوك الاملاك ديال الاراضي انت ووليداتك. قال لي وهذا الشيء باش نامن لك المستقبل ديالك انت وهاد الوليدات اللي يتامى مساكن، وتستقروا حتى نتوما. انا الصراحه جاني هذا الشيء اللي باغي يدير هو غريب بزاف. قلت لها عمي وشنو هو المقابل؟ قال لي المقابل بنتي هو انك غادي تقومي حتى انت عليا وغادي ديري لي هذاك الشيء اللي باغي. قلت ليه شنو باغي؟ قال لي بغيت جوج ديال الحوايج. الاولى بغيتك تهلاي فيا بالطياب وطيبي ليا داكشي اللي كناكل، حيت ولادي وعيالتهم ما كيتهلاوش فيا وما كيديروش ليا داكشي اللي كنبغي ناكل، وديما كيديروا ليا غير الحاجه اللي ما كنبغيهاش. وهذا الشيء كله قال لي غير باش يتهناو مني ونخليوني نطز ونمشي في حالي. قلت ليه والثانيه؟ قال لي الثانيه تبقاي تسخري ليا المدينه وتحطي ليا الفلوس في البنكه وتقومي ليا بالواجب ديالي في المدينه. قلت ليه صافي يا عمي واش غير هذا الشيء؟ قال لي هذا الشيء وتكوني امينه وما تخبري لهم حتى بشي حاجه من هذاك الشيء اللي عندي. قال لي انا دابا ما نقدرش مازال نمشي وراكي عارفه العمار والعيا، الا قمتي لي غير بهذا الشيء ودرتيه على حقه وطريقه راني غادي نتهلا فيك ونكتب لك هذا الشيء اللي قلت لك. وهكذا وليت انا كنطيب ليه بوحدو، وليت عازله ليه الماعون ديالو وعازله ليه الماكله ديالو، كنطيب ليه كاع داكشي اللي كيتشهى، وكل نهار كنطيب ليه شي حاجه من داكشي اللي باغي، وكنت الحمد لله حاذقه في الطياب. وفي نفس الوقت كنت كنصب ليه وكنقوم ليه بالواجب ديال الصابون والمسائل والنظافه. وكنت كنمشي للمدينه كنحط ليه دوك الفلوس اللي كيجمع من الفلاحه، وكان ديما مسكين تعطيني هذوك الفلوس وتيقول لي هذه راها امانه حطيهم ورجعي في حالك. كنمشي للمدينه كنحطهم في البنكه وكنرجع وكنقضي ليه تما شي غرض الا كان باغيه، ومسكين ديما كان كيتهلا فيا. وهكذا تربطت واحد العلاقه زوينه بينه وبين شيخي. وهاد العلاقه هذه غادي يلاحظوها ولادو وعيالتهم، ولاو تينقوا ولا تيقولوا شي هضره اللي خايبه بزاف واللي ما تقدروش تسمعوها، ولاو كيطعنوني انا وباهم في الشرف ديالنا، ولاو تيقولوا باننا راه تنديروا شي حاجه في الخفاء وباننا راه تنديروا الحرام. ايوا المهم حنا ما ديناهاش فيهم، لا انا لا شيخي، وبقينا في هذيك العلاقه اللي الحمد لله ما فيها حتى شي عيب وما فيها حتى شي حاجه محرمه. وهكذا دازت ايام الله حتى لواحد النهار غادي يمرض هاد شيخي بزاف، ومرض هذاك المرض ديال الموت، ونعس واحد المده وهو في الفراش. هاد ولادو هادو كانوا كيتمناو غير يموت في اقرب وقت، وكانوا ما كيزوروش وما كيطلوش عليه، وكنت انا اللي كنقوم ليه بالواجب وكنبدل ليه وكنقوم ليه بالامور ديالو،
وكنتهلا فيه وهو مريض مسكين. ومسكين نهار بغى يتوفى دعا معايا واحد الدعوه اللي زوينه بزاف، وقال لي تهلاي في هذوك الوليدات راهم ولاد ولدي، وراهم هما اللي غادي يحملوا المشعل ديال الدار في المستقبل ان شاء الله. وانا ما كنت فاهمه حتى شي حاجه من هذه الكلمه اللي قال، ولكن من بعد غادي نفهم. غادي ندوز واحد السيمانه مسكين وهو مريض، وغادي نهار غادي يبغي يموت غادي يقول لي غادي تعيطي لي الفقيه ديال الجامع. مشيت انا لبست عليا حوايجي ومشيت عند الفقيه، قلت لي راه بغاك عمي. جبتو معايا بالزربه، دخل لعندو، قال لي سير يا بنيتي دابا عيطي على ولادي وعيالاتهم. مشيت انا عيطت ليهم بواحد بواحد هما وعيالاتهم، جاو لعندو لهداك البيت، جلسوا كلهم معاه، قال لهم شوفوا غادي نقول لكم شي كلام وما تقاطعونيش. وبدا مسكين كيهضر وكيبكي. قال لينا هاد السيده هادي واش دير ليا؟ قال لهم هاد السيده مسكينه كيف كتعرفوا الظروف اللي دازت منها، يتيمه من الاب والام ديالها، وجات لعندنا وهي صغيره وديما مسكينه كانت كتعاوننا في الطياب وكتعاوننا في الدار، وما عمرها قالت لا. وفاش مات ليها راجلها اللي هو ولدي الله يرحمه، بقات مسكينه معانا في سباقتها وعمرها تبدلت علينا، وبقات صابره معانا بالرغم من اننا ما كنا كنعطيوها والو. وهو يشوف ولادو قال لهم شوفوا انا عارف هذاك الشيء اللي في راسكم، وعارف بانه بمجرد انا غادي نموت غادي تنوضوا نتوما غادي تجريو عليها من الدار. قال لنا داك الشيء علاش انا قررت انني نكتب ليها النص في الاملاك ديالي. قال لهم وهذا الشيء راني طبقته ودرته مع المحامي، وعطانا هذاك الاسم ديال المحامي والعنوان ديالو باش نمشيو نتاكدوا من بعد. وهو يجبد مسكين واحد الوصيه كاتبها عطاها للفقيه، قال ليه هاكا السي الفقيه قراها عليهم. هاد الوصيه كتب فيها انه كتب لي النص في الاملاك ديالو انا ووليداتي، وكتب فيها اعتراف بانه عمرو طلب مني شي حاجه خايبه ولا عمرني انا درت معاه شي حاجه خايبه من داكشي اللي كيوصفوه به ولادو. المهم هما فاش سمعوا هاد الوصيه هادي وعرفوا اشنو دار، ناضوا كيغوتوا ما عجبهمش الحال، وناضوا باغين يضربوه وهو مسكين على فراش الموت وما حنوش فيه. في الاخر خرجوا حتى شي واحد ما بقى رجع لهداك البيت اللي هو فيه. من بعد مسكين بقيت غير انا وياه في البيت، وهذاك الفقيه هو يقول لي شهد السي الفقيه بان هاد السيده هادي وهاد المراه هادي ما عمرني لقيت فيها شي حاجه خايبه ولا عمرني درت معاها شي حاجه خايبه، وهي مسكينه كانت ديما امينه معايا. من بعد هاد الشيء كله غادي يديموا الامانه امانته، شيخي غادي توفى مسكين الله يرحمه ويواليه برحمته. فاش توفى هاد الشيخي هذا مسكين، ناضوا الناس ديال القبيله تكلفوا بكل شيء، هما اللي مساكن غسلوه ودفنوه وتكلفوا حتى بالعزو ديالو، والحمد لله دعاو ليه بالرحمه والمغفره، وكذلك شهدوا ليه بانه ما كانش فيه العيب ولا عمرو دار فيا العيب ولا دار فيا شي حاجه خايبه. وحتى الفقيه مسكين ديك الوصيه ناض جبدها للناس وقراها عليهم، قال لهم راه هاد الوصيه راه هي اللي خلى، وراه قبل ما يموت شهدني انا على هاد الشيء كامل، وهاد السيده هذه اللي غادي يطعنوا فيها هاد الناس هادو راه مسكينه راه شريفه وراه ما دايره حتى شي حاجه. وقال لهم اللي سمعتوها منهم ما تيقوهاش، راه غير حرب كلاميه وراهم غير بغاوها مسكينه طز وتمشي في حالها حتى هي. من بعد الموت ديال شيخي بقيت انا ساكنه معاهم في هذيك الدار، قلت ربما يصلح الحال وتصلح العلاقه اللي بيني وبينهم، ولكن للاسف العلاقه غير تزاد خسرات ولاو كيحاولوا انهم يدفعوني نخرج من هذيك الدار، بالرغم من ان شيخي الله يرحمه كتب لي كيف قلت لكم النص فيها. انا صراحه ما بغيتش نتخاصم معاهم، ما كنتش باغا ندخل معاهم في شي نزاع قانوني ولا شي حاجه، قلت ربما مستقبلا غادي يندموا على هذا الشيء اللي داروا. نط انا جمعت حويجاتي وهذاك الشيء اللي عندي ومشيت قاصده هذيك الدار اللي كنت ساكنه فيها مع والدي الله يرحمهم. واخا الدار كانت قديمه وكانت حالتها حاله وما كان ساكن فيها حتى شي واحد، ولكن شديتها انا بهذاك الشيء اللي خلى لي المرحوم شيخي الله يرحمه، وشديت شويه من هذوك الفلوس وبديت كنصلح فيها حتى صلحتها مزيان، وسكنت فيها انا ووليداتي بثلاثه وعشت مزيان الحمد لله فيها. وهذيك الدار اللي كتب لي شيخي فيها النص خليتها ليهم، قلت لهم صافي غير سكنوا فيها، انا ما بغيتهاش، ولكن في نفس الوقت شرطت عليهم باش يبقاو يعطيوني النصيب ديالي من هذاك المحصول اللي كيجنيو في الفلاحه اللي فيها النصيب ديال الارض ديالي.
ولكن للاسف ما وفوش ليا بالوعد ديالهم، بحيث انهم هذاك الشيء اللي كيجني وما كيجيبوا ليا فيه حتى شي حاجه. الشيء اللي خلاني انا نمشي لعندهم نطلب منهم حقي، ولكن ما بغاوش يعطيوني هذاك الشيء اللي كنت سال. المهم انا شنو درت؟ نط هذيك النصيب ديالي في هذيك الارض، مشيت كنقلب على الشاري وبعت ليه هذاك النصيب ديالي. قلت اللهم نبيع هذاك النصيب ونستافد منه فلوس، ولا نخبيه ولا ندير به شي مشروع من بعد. وهذاك الشيء اللي درت، جبت واحد السيد شرا عندي النصيب ديالي، ابقى هذاك النصيب اللي كنت سالهم من هذيك الدار. قلت لهم الله يسامح، وسمحت لهم في هذاك الشويه اللي كنت سالهم. المهم فكيت معاهم الجره غير باش نتهنى من المشاكل ونعيش حتى انا مع وليداتي في الهنا، وما نبقاش ديما في صداع وفي المشاكل. هي هذيك اخوتي، بقيت ساكنه في هذيك الدار اللي قلت لكم مصلحت ديال الوالدين الله يرحمهم. بقيت ساكنه فيها واحد المده حتى كبروا وليداتي شويه. هنا وليت كنفكر انني ضروري خصني نغادر هذه المنطقه هذه ونمشي، بالخصوص انهم ديما كيتربصوا بيا وكيحاولوا انهم يأذيوني ويديروا لي الصداع والمشاكل. وليت انا باغا نبعد من هذيك البلاصه كلها ومن هذاك الدوار، نخرج منه، بحكم ان فيه هذوك الناس ما باغينيش نبقى تما. اشنو اللي غادي ندير؟ غادي نشد هذيك الدار ديال الوالدين وغادي نبيعها. بعتها حتى هي لواحد السيد، وجمعت هذاك الشيء اللي شديت على هذاك الشيء اللي بعت به ديك الارض وداك الشيء اللي خلى لي شيخي الله يرحمه. جمعت كل شيء هذاك الشيء وانا نمشي قاصده المدينه. مشيت لوسط المدينه كنقلب حتى لقيت واحد الدار، واحد الدويره صغيره شريتها بهذاك الشيء اللي بعت به نيت هذيك الدار. شريت به هذيك الدويره الحمد لله، سكنت فيها وليداتي وقربتهم وسجلتهم في واحد المدرسه تما. من بعد غادي ناخذ الساروت ديال واحد المحل شريتها ودرت فيها واحد المشاريع صغير. درت واحد المشروع ديال المسمن وهذا الشيء ديال الماكله، والحمد لله تيسرات لي الامور مزيان، ونسيت كانني ما كنتش عايشه في هذاك الدوار. وهكذا عشت مع وليداتي بخير وعلى خير في المدينه، وكنعيشهم من هذاك الشيء اللي خلى المرحوم الله يرحمه، ومن هذاك المشروع الصغير اللي درت. الحمد لله بعدت على المشاكل والصداع ديال هذيك العائله اللي كانت ديما كتحفر ليا وباغا ليا الشر. وباش تعرفوا اخوتي بان الله كيجازي كل واحد على نيته، هذوك الناس اللي وهما الخوت ديال الراجل الله يرحمه، من بعد ما مشيت انا للمدينه وسكنت فيها وتيسرات لي الامور الماديه ديالي، غادي يوقع لهم واحد المشكل كبير، وغادي يبيعوا كل شيء هذوك الاملاك اللي عندهم، وغادي يرجعوا من الصفر الله يحفظ، بسبب هذيك الدعوه ديالي وبسبب هذاك الشيء اللي داروا ليا، وبسبب هذا الشيء اللي داروا في اليتامى اللي الله عز وجل جزاهم على هذاك الشيء. حيت اليتامى راكم عارفين اخوتي راه ذنبهم صعيب وواعر. المهم انا عاودت لكم القصه ديالي غير باش تعرفوا شنو وقع ليا، وتدعيو معايا بان الله يزيد ييسر ليا في الامور ديالي وكبر ليا وليداتي، ونشوفهم ان شاء الله حتى هما يقراو ويخدموا مزيان وتيسر لهم الامور، وحتى نتوما وليداتكم الله ييسر لهم وييسر الجميع. وتدعيو مع شيخي الله يرحمه اللي دار فيا الخير، وبسببه انا دابا راني عايشه مع وليداتي في هذا الخير كله. الله يجازيكم بخير، وسمحوا لي الا طولت عليكم.